اهلا بيكم النهارده مع الجزء الثاني من فيلم ماي فولت. لكن كشخص مهني وكده خلينا اديك فكرة عن الجزء الاول ونفتكر ازاي حكاية نيك ونوا بدأت من المستحيل. نوا كانت بنت بسيطة جدا لحد ما بتلاقي نفسها فجأة في عالم الأغنياء، وده بعد جواز أمها من ملياردير كبير. وهناك اتصدمت بنيك ابنه الطايش اللي ما كانش طايقها. وفي الأول العلاقة كانت كلها كره واستفزاز، وهو شايفها متدلعة وهي شايفاه متهور ومغرور. لكن فجأة العداوة اتقلبت لانجذاب ورغبة مجنونة. للأسف ما عرفوش يسيطروا عليها، ورغم انهم بقوا اخوات تحت سقف واحد الاستسلام للغلط كان اقوى منهم وسحبهم لعلاقة في السر مليانة غيرة وجنون والتحدي لكل الخطوط الحمراء. واجهوا العالم وافتكروا نفسهم كسبوا، بس الحب اللي اتولد في النار لسه هيتحط في اختبار أقسى. مسافات، طموحات، ووشوش جديدة هتدخل تقلب حياتهم لجحيم. بيبدأ الجزء التاني وبنروح لقصر ليستر. بيكون في حفلة مولعة لكن ناقصها لابن نيك. أهاليهم رافائيلا وويل بيعملوا المستحيل علشان يبعدوه عن نوا، فبيسحلوه في شغل ما بيخلص علشان يطفوا نار رغبتهم. وفي الوقت ده نوا عايشة في ضياع من وقت موت أبوها ومحتاجة حضن يطفي وجعها. وفجأة نيك بيطب يفاجئها. رجوعه بيكهرب الجو بيولع غضب أهله، لكن مفيش قوة هتمنعهم. أول ما بيشوفها بيترمي في حضنها بلهفة بتكشف عطش شهور لجسمها. بيلبسها عقد وبيقول لها بنبرة إغراء إنها قلبه وبيترجاها ما تكسروش. ومن هنا بنشوف مشاهد بتخطف الأنفاس لعلاقتهم المولعة. بيستغلوا أي مكان مستخبي يشبعوا فيه نفسهم وبيضربوا في بعض بجراءة بتغلي الدم في العروق. سعادة بتتهز في قعدة بيفضفض فيها ليو لنيك ازاي الحياة بتبعد الصحاب. الأيام بتجري والبنات بتتخرج، وبنروح لليوم بيزور أخوه لوكا في السجن. لوكا غرقان في مشاكل وورشتهم بتنهار. ليون عايز يقفلها ويبعتوا فلوس لأمه، لكن لوكا بيصمم يلاقي لها حل. على الناحية التانية أهل نوا بيهادوها بعربية بنفسجي وبتاخد نيك في لفة بيختبروها. بعدها بياخدها شقة جده اللي سابها له وبيصارحها انه مش هيرجع شغله في سان فرانسيسكو، وبيعرض عليها يعيشوا سوا. نيك بيشغل أساليبه في الإغراء وبيأثر عليها بلمساته اللي بتولع الدنيا، لكن نوا بتصده وبتقوله انها لسه صغيرة وبتفاجئه انها تعيش في سكن الجامعة. الجو بيكهرب وبتحصل خناقة بتكشف ان كل واحد بيفكر في سكة تانية. بعدها رافائيلا بتوصل نوا لسكنها الجديد وبتقابل بريارة زميلتها في الأوضة اللي كانت بتدرس معاهم زمان. وفي نفس الوقت نيك بيقابل في مكتبه ست صاروخ اسمها صوفيا قاعدة ليه وبنت وزير، ولكن الحقيقة إنها خطة ملعوبة من ويل ورافائيلا علشان يبعدوه عن نوا بأي تمن. في مواجهة نار رافائيلا بتتهم نوا بتدمير سمعة العيلة وبتقول لها الناس شايفينها مع ويل علشان فلوسه، علاقتها بنيك هتجيب برستيجهم الأرض. نوا بترد بثقة إنها بتحبه وما يهمهاش حد، لكن رافائيلا بترميلها التهديد في وشها وبتقول لها يا تبعدي عنه يا مفيش قعاد في بيتي. نوا بتعزل لسكن الجامعة بدري وبتتفاجئ ببريارة عاملة حفلة في شقتها علشان افتكرتها مش جاي. في وسط كلامهم نوا بتعرف ان بريارة حاولت تنتحر زمان، لكن بتهديها وبتقول لها ده ماضي وما تقلقش. وفي لحظتها جارهم مايكل بيدخل ياخد جاكيته وهو بيطلع بيدرس علم نفس في نفس الجامعة. وفي ناحية تانية اخو ليون بيخرج من السجن وروني راجع ينتقم، لكن الاهم ان نيك قاعد مع اخته ماجي وفجأة امهم بتظهر لهم. نيك مش طايق يشوفها ولا يسمعها علشان سابته زمان. هو بتهديه بطريقتها اللي كلها اغراء وبيعيشوا لحظة مولعة وبيدوبوا في بعض وبينسوا بيها وجعهم. وتاني يوم نوا بتتضايق علشان نكسب لها عضة واضحة في رقبتها. للانتقام بترسم على جسمه بماركر ما بيتمسحش وبتكتب على دراعه انت بتاعي. بعدها بتاخده شقتها وبيقابلوا بريارة وبيبان ان نيك بيعرفها كويس، لكن بيمثلوا انهم ما يعرفوش بعض. نيك بيخرج وبيجيله تليفون من ليون اللي اتورط في مخدرات بسبب اخوه ومضطر يوصل شنطة البار مشبوه. نيك بيخاطر وبيدخل وراه ونوا بتلحقه وبيواجهوا اخو روني اللي بيهددهم على طول. هو بتتحداه
ولما بيرفض يدفع تمن البضاعة بتولع خناقة علشان يهرب. في الخناقة أخو روني بيحاول يطعن نيك لكن نوا بتنقذه، وفي الآخر البوليس بيقبض عليهم كلهم. نيك بيكلم صوفيا تيجي تطلعهم وبيطلب منها ما تقولش لأبوها الوزير. وهم راجعين نوا بتطلب من نيك يتبنوا قط بتسميه إيان وبتاخده لسكنها. وفي وسط لحظة بينهم والأجسام بتلتحم والأنفاس بتتحرق، ريارة بتقطع عليهم المشهد بطريقة محرجة بتبرد الجو. والتاني يوم بريانا بتشجع نوا تقرب من جارهم الوسيم مايكل وتنسى تعقيدات نيك. وفي نفس الوقت جينا حبيبة ليون بتحذره انه ما يعملش حماقة تانية علشان الفلوس لان اللعب بالنار بيحرق. ولما نوا بترجع بتلاقي بريانا قاعدة مع أنابل أم نيك اللي جاية مخصوص تتكلم معاه. رغم إن نوا مش طايقاها، أنابل بتقول لها دي آخر محاولة تقرب فيها من ابنها وعايزة تحكي الحقيقة وبتديها رقمها. قبل ما تمشي بتسألها سؤال بيحيرها: تعرفي مامتك وويلي يعرفوا بعض من امتى؟ وبتسيبها في وسط شكوكها. وفي نفس اليوم نوا بترجع البيت وبتتصدم بنيك بيتعشى مع صوفيا واهلها. فايلة بخبث بتعزمها تقعد معاهم علشان تضايقها وتعرفها مقامها. وفي العشاء بيتكلموا عن جواز نيك وصوفيا وده بيحرق دم نوا، فبتنفجر وبتقول قدامهم ان نيك طلب يعيشوا سوا. نوا بتمشي وبتغلي ونيك بيلحقها على المدافن في ذكرى موت ابوها. نيك بتواجهه وبتقوله يعترف لو في حاجة بينه وبين صوفيا، لكن نيك بينكر وبيحلف انه بيحبها هي وبس. لكنها بغضب بتقوله انها ما بقتش تثق فيه وعارفة انه مش عايزهم يعيشوا سوا بجد وهتستنى وتشوف. الحكاية بتكمل ونوا بتعزم أنابل في قصر ليستر. أنابل بتحكي لها انها حاربت علشان حضانة نيك لكن اتجبرت تتنازل عنه بسبب ابتزاز. بنعرف ان الجد ليستر ما بيهموش بنته لكن بيعشق نيك علشانه هو الوريث الوحيد. وفي وسط صدمة نوا أنابل بتسرق فرشة سنان ويل وبتحطها في كيس وبتطلب من نوا تدي نيك جواب فيه الحقيقة كاملة. وبعدها ويل بيقول لنيك ان أنابل اتطلقت وهتترمي في الشارع. في نفس الوقت نوا بتسيب الجواب في مكتب نيك وصوفيا بتشوف. صوفيا بتسكت لكن نيك بيعرف انه من امه وبيقطعه بغضب وبيقرر يقفل صفحتها للأبد. بالليل بيخرجوا عشان يتعشوا ونيك بيوريها انه حول جملة انت بتاعي لوشم دايم على جسمه العريان. نوا ما بتتبسطش قوي لكن نيك بيقول لها مش ندمان على حاجة بتخليه ملكها للأبد. بيعيشوا لحظة والأجسام بتقرب لكن الجو بيبرد لما نيك بيقول لها يسافر لندن مع صوفيا كام يوم في شغل. هو بتتفلسف لها وبتقول له ان الصراحة اوقات بتبقى خدع وان النضوج مش تعمل اللي انت عاوزه لكن تعرف اللي لازم يتعمل. نيك بيسافر ونوا بتغير رأيها وبتقرر تنقل حاجتها وتعيش في شقة نيك. هناك رافايلا بتروح بتهددها لكن نوا بتواجهها وبتقول لها محاولاتك تفرقينا اتفضحت. نوا بتأكد انها حرة تحب اللي عايزاه. بتسألها سؤال بيوجع: كنت فين ومع مين يوم ما ابويا حاول يقتلني؟ في مكان تاني نيك بيسأل جده في بار عن بريالا المجنونة اللي كانت بتضايقه. جده بيطمنه ان الموضوع خلص وبعدها نيك وصوفيا بيخلصوا القضية وبيحتفلوا سوا لكن في حد بيصورهم في السر. نيك بيرجع ما بيلاقيش نوا، بيروح الجامعة بيلاقيها مع مايكل فخ ملعوب من بريانا في لحظة غيابه. نيك ونوا بيتخانقوا ونوا بتطلب يبعدوا شوية علشان الثقة ضاعت وعلاقتهم بقت بتوجع. نيك بيصارحها انه جاله شغل دايم في لندن وقدامه اسبوع ويقرر لو عايزة يقعد هيقعد. نوا بتقوله قرارها هيكون في حفلة الشركة السنوية. ايام بتجري وصوفيا بتميل لنيك ونوا بتكتشف انه كان مصاحب بريانا زمان. ليون المزنوق في فلوس بيقنع نيك بسباق اخير يوم الحفلة في السر وبيستغل خروج روني من السجن ومشاركته في السباق علشان يحمسه. ويوم الحفلة والبنات بتجهز الواد بيخلعوا للسباق اللي روني واخوه مستنيينهم فيه لكن نوا وجينا بيطبوا عليهم وبيصدموهم انهم كاشفين اللعبة وبيقولوا لهم انتوا اغبياء لو فاكرين محدش هيحس بيكم. وفي السباق بريانا اللي هناك بالصدفة بتطلب البوليس والدنيا بتقلب فوضى لكن نوا ونيك وليون بيتحالفوا وبيعملوا حركة سندوتش على روني وبيسلموه للبوليس.
ليون بيكسب والكل بيرجع الحفلة كأن مفيش حاجة حصلت. هناك الترابيزة بتتقلب، جينا بتسيب ليون علشان مش حاسة بحب. في نفس الوقت بريانا المجنونة بتقرب لنيك وبتسأله ما جابهاش ليه، والنوى بتواجهه وبتقوله إنها عرفت ماضيهم وكشفت خيانته لثقتها. في وسط ده بريانا بتفتح الباب بسكينة الأنابيل اللي بتصدم الكل، بتوري ويل تحليل DNA بفرشة سنانه بيثبت إن ماجي بنته، إن جوزها الجديد كان هيطردهم، فعملت كده علشان تضمن مستقبل بنتها. الكل بيتجنن الفرشة وصلتها ازاي، فنوى بتعترف إنها هي اللي دخلتها. أنابيل بتأكد لنيك إن الجواب حقيقة وكانت مجبورة تسيبه. نيك بينهار لما بيكتشف كذب أبوه طول عمره، وإن جده وحش وما بيهمهوش غير الوريث، وامه بتدور على مصلحة بنتها التانية. نيك بيقسى على نوى وبيقول لها عملتك ملهاش سماح وانت السبب في تفكيك عيلتي. بدموعها بتترجاه وبتحاول تلمس ايده بلهفة وبتقول له بحبك، لكن نيك بيكسر قلبها. بيمشي لصوفيا وبيقول لنوى كل حاجة انتهت، وبيسيبها متدمرة ووحيدة في وسط وجعها. وفي لحظتها بريانا بتقرب وبتوريها صور قديمة لنيك وصوفيا علشان توجعها وتأكد لها انها مجرد نزو. هو بتغيب من الصدمة وبريانا بتستغل ده وبتسرق مفاتيح الشقة من شنطة نوى. وفي ناحية تانية ليون بيفوق نيك وبيفهم انه بيعمل اكبر غلطة في حياته مع نوى، وان هو نفسه ما بيقدرش يبعد نص ساعة عن جين. الكلام بيضرب في دماغ نيك فبيفوق وبيقرر يرجع يصلح كل حاجة. يرجع الحفلة وبيقابل بريارا اللي بتعترف له بسرها، تقول له لما سابها كانت حامل وسقطت في الحادثة وعارفة ان اهله دبروها وناوية تدفعهم التمن. بيسألها عن نوى فبتقوله انها في طريقها لشقتهم وبتتمنى انه ينتحر من الوجع. وتحت المطر نيك بيوصل الشقة ما بيلاقيش نوى علشان بريارا سرقت المفاتيح من شنطتها. نوى بتتجبر تروح بيت مايكل علشان ما عندهاش مفتاح الشقة، وبتقفل تليفونها هربا من رسايل نيك. وفي لحظة ضعف وشهوة بتننع مايكل في غلطة بتهز كيانها، وبعدها بتحس بذنب قاتل. بتسيب الشقة وبتجري في المطر وبتقابل نيكو وهو مستنيه. بيبصوا لبعض وعيونهم بتحكي كل حاجة وبيفهموا ان مفيش حاجة باقية. نوى بتكمل بقلب مكسور ونيك بيركب عربيته وبيطير بسرعة جنونية بيغلي من الغضب. اهاليهم بيترعبوا من نتيجة عمايلهم وبيعترفوا ان اي اذى للولاد بعد كده غلطتهم هم وبس. وفي النهاية بنشوف نوى عند قبر ابوها وبيجيلها رسالة من نيك بيأكد لها انه دايما هيكون النور في ضلمتها. وبكده بيخلص فيلمنا. اشوف وشكم على خير، سلام.